أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أهم وأقوى الأدوات اللي ممكن يستخدمها أي مدير إنتاج أو مسؤول تشغيل أو حتى صاحب مصنع، وهي نموذج لإدارة الكي بي آيز بتاعة خط الإنتاج أو التصنيع. النموذج ده معمول مخصوص علشان يساعدك تتابع أداء المصنع بتاعك بشكل ذكي ومنظم، وتشوف كل مؤشرات الأداء والإنتاج والجودة، وده كله في مكان واحد من غير ما تحتاج تعدل في معادلات أو تعمل تقارير يدوي كل يوم. ببساطة هو نظام متكامل مبني داخل اكسل بيحسب لك كل حاجه اوتوماتيك، من عدد القطع المنتجه وساعات التشغيل الفعليه لحد كفاءه الخطوط ونسبه الجوده والوقت الضايع وحتى تكلفه الخسائر. كمان بيساعدك تعرف فين المشكله بالظبط، هل السبب في الماكينه ولا في العمال ولا في جوده المواد، وده من خلال التحليل الذكي اللي بيعمله النموذج في الداشبورد. والاجمل انك تقدر تخصص كل حاجه فيه بسهوله، من اسماء المنتجات والخطوط واسباب الاعطال لحد ساعات التشغيل وتكلفه الخطوط، وكل ده من خلال شيتات بسيطه زي داتابيز اورو داتا. يعني باختصار النموذج ده بيخليك تتحكم في المصنع فعليا، كل رقم ليه معنى وكل تحليل بيوصلك لقرار ادق واسرع. وعلشان كده في الشرح ده هنمشي خطوة بخطوة ونشوف ازاي نستخدم كل شيت داخل النموذج، وهنبدأ بالداشبورد وده علشان نفهم التقارير والتحليلات، بعد كده الرو داتا وده علشان نعرف ازاي ندخل بيانات التشغيل، وبعدين الداتابيز واللي بنحط فيها الاساسيات اللي النموذج بيعتمد عليها، واخيرا الكالكوليتر وديت اداه الحساب السريعه اللي بتديلك مؤشرات فوريه لاي ورديه تشغيل. فركز معايا في الشرح اللي جاي، لان بعد ما تفهم النموذج ده هتقدر تدير بيانات الانتاج في المصنع بتاعك باحتراف وتحولها لتقارير بتشرح لك كل حاجه، وده كله في ثواني. وخلينا دلوقتي نبدا بالشيت الداشبورد، وده بيديني نظره سريعه على اداء المصنع بالكامل. واول حاجه عندي هنا هي التوتال ابروفد يونتس، ودي بتوضح عدد الوحدات اللي اتصنعت فعلا واتقبلت كمنتج سليم. بعد كده عندي التوتال ديفكتس ونسبة الديفكتس، واللي بيوريني عدد القطع المعيبة ونسبتها من إجمالي الإنتاج. بعد كده بننزل على نسبة البلان تشيف، وهنا النموذج بيقيس قد إيه الإنتاج الفعلي حقق الخطة المطلوبة. كمان بتظهر لي بيانات مهمة زي الران تايم اللي هو وقت التشغيل الفعلي، واللوس تايم اللي هو الوقت الضايع، والافريج يو بي اتش اللي هو متوسط عدد الوحدات المنتجة في الساعة. الجزء اللي بعد كده هو التوتال لوز كوست اناليسيس، وده بيحسب لي تكلفة الخسارة الكلية الناتجة عن العيوب اللي هي الديفكت كوست، وكمان عن الوقت الضايع اللوس تايم كوست. يعني ببساطة بيترجم الخسارة اللي بتحصل لرقم بالدولار أو العملة اللي شغال بيها المصنع بتاعك. وآخر جزء هنا هو ال OEE بريسنت اناليسيس، اللي بيجمع بين 3 عناصر أساسية: البرفورمانس والافيلابيليتي والكواليتي، وبيحسب منهم نسبة الكفاءة الكلية للمعدات ال OOE. الرقم ده بيوريني كفاءة المصنع الحقيقية، هل التشغيل فعلا بكامل طاقته ولا في فرص للتحسين. فباختصار الجزء ده من الداشبورد هو المؤشر العام لأداء المصنع، بيخليك تعرف في ثواني كل حاجة عن التشغيل، الجودة، الكفاءة، وده كله في نظرة واحدة. في الجزء ده عندي تحليل اسمه Total Approved Units مقابل نسبة البلان اتشيفمنت. الجرافيك اللي قدامي بيورينا مقارنة بين الخطة اللي كانت متوقعة وبين الإنتاج الفعلي اللي حصل فعلا في كل ربع سنة، كل كوارتر. فالأعمدة الخضراء هنا بتمثل عدد الوحدات اللي اتوافق عليها اللي هي التوتال ابروفد يونتس، أما الخط اللي عليه النقط الحمراء فهو نسبة تحقيق الهدف لبلان اتشيفمنت، وده في نفس الفترة. من خلال الشكل ده أقدر بسهولة أعرف الفترات اللي المصنع فيها اشتغل بكفاءة عالية والفترات اللي حصل فيها تراجع في الإنتاج أو في الالتزام بالخطة. على اليمين عندي فلتر اسمه داتا فلتر، أقدر من خلاله أختار فترة معينة أو سنة محددة، وده علشان أحدث التحليل وأشوف الأرقام الخاصة بيها بس. وتحتها جدول اسمه Visualization Limits Control، وده بيسمح لي أحدد الحدود اللي النظام هيعتبر عندها لأداء تحذير أو جيد. يعني مثلا لو نسبة الديفكت وصلت 15% فالنموذج هينبه إن الأداء داخل نطاق الورنين، ولو أقل من 10% هيتصنف كأكسبتد. نفس الفكرة ديت بتنطبق على باقي المؤشرات زي نسبة الاتشيف، نسبة الافيلابيليتي، نسبة البرفورمانس، نسبة الكواليتي، ونسبة الاو اي. الجزء ده بيساعدنا نظبط حدود التحليل على حسب طبيعة المصنع بتاعي، يعني أنا اللي بحدد إمتى اللون يتحول أحمر أو أخضر حسب أهدافي التشغيلية. ببساطة الجزء ده من الداشبورد بيخليني أتابع تطور الأداء عبر الزمن وأقارن بين الفترات المختلفة وأعرف هل المصنع ماشي على الخطة ولا لأ. وآخر جزء من الشيت
في الجزء ده عندي مجموعة تحليلات بتوريني الأداء من زوايا مختلفة. فأول جرافيك على الشمال اسمه Product Plan Achieve Percent and Defect Percent، وده مقارنة ما بين نسبة تحقيق الهدف لبلان أتشيف لكل منتج ونسبة العيوب الديفكت وده في نفس المنتج. يعني باختصار كل سطر بيمثل منتج، واللون الأخضر هنا بيوريني كفاءة التنفيذ، أما اللون الأحمر فبيوضح نسبة العيوب. من الجرافيك ده أقدر أحدد بسرعة أي منتج أداؤه قوي وأي منتج محتاج تحسين. زي مثلا منتج الدي بي اي ده محقق 75% خطة وعيوبه 15%، بينما منتج الاي بي بي ده أداؤه أضعف ب 62% ونفس نسبة العيوب تقريبا. بعد كده عندي في النص الفيلر روت كوزس اناليسيز بريسنت، وده تحليل دايرة أو الباي تشارت بيوريني الأسباب الرئيسية للأعطال في المصنع. فهنا نموذج بيقسم كل الأعطال حسب نوعها، سواء ماشين بروبلم أو ماتيريال ديلي أو كواليتي ايشو أو مولد بروبلم أو باكن شورتج أو حتى وركرز شورتج وغيرها. من خلال النسب دي تقدر تعرف أكتر سبب بيأثر على التشغيل. زي هنا مثلا الماشين بروبلم والماتيريال ديلي، واضح إن هم أكبر نسب في الأعطال. تحتها على طول عندي التايم أناليسيز، وده بيوريني توزيع الوقت على مدار الفترات الزمنية. الأعمدة الرمادي هي الافيلابل ران تايم، والأخضر هو الاكتشوال ران تايم، أما الأحمر فهو اللوس تايم، وده الوقت اللي المصنع خسره بسبب التوقفات. كل فترة تشوف فيها الفرق بين الوقت المتاح والتشغيل الفعلي، وبالتالي تحدد فين وامتى المصنع ما يشتغلش بكفاءة. وعلى اليمين عندي ال OEE Present Analysis، وده بيوضح كفاءة التشغيل الكلية ال Overall Equipment Effectiveness لكل منتج. كل عمود هنا بيمثل منتج، والنسبة اللي فوقه بتوضح مدى كفاءة خط الإنتاج اللي بينتج المنتج ده. فمثلا منتج ال CFD عنده ال OEE هو حوالي 61%، بينما ال ABB عنده 48% بس، وده معناه ان في فرق كبير في الكفاءة بين المنتجات. واخر جزء تحت هو تحليل ال MTBF وال MTTR، وده تحليل خاص بزمن الاعطال والاصلاح. فال MTBF ده المين تايم بتوين فيلرز، ده المتوسط بين كل عطل والتاني، وكل ما الرقم اكبر الماكينة بتكون افضل. اما ال MTTR ده المين تايم تو ريبير، الوقت اللي بياخده الفريق لإصلاح العطل، وكل ما الرقم أقل الأداء بيكون أحسن. التحليل ده معمول لكل خط إنتاج من لاين 1 للاين 5، وده علشان تقدر تعرف أي خط أكتر استقرار وأي خط محتاج متابعة. باختصار الجزء ده من الداشبورد بيجمع كل عناصر تشغيل مهمة في مكان واحد: جودة المنتجات، أسباب الأعطال، استغلال الوقت، كفاءة الماكينات، وده بيدي لك رؤية شاملة تخليك تاخد قرار سريع ومدروس في نفس الوقت. وفي الجزء ده عندي مجموعة أدوات تحكم أو فلاتر اسمها سلايزرز، ومن خلالها أقدر أتحكم في شكل الداشبورد وأعرض البيانات بالطريقة اللي أنا محتاجها. بس يعني عندك اللاين، وده أقدر أختار خط إنتاج معين من لاين 1 للاين 5، وده علشان أتابع أداؤه لوحده في كل التقارير والجرافيك. وعندك كمان الشيفت، هنا بختار الوردية سواء 1 أو 2 أو 3، وده بيساعدني أعرف الفرق في الأداء ما بين الورديات المختلفة. وعندك كمان البرودكت، الفلتر ده خاص بالمنتجات اللي بيصنعها المصنع، فأقدر أختار منتج أو أكتر زي ABB أو ABC أو CCC أو CFD أو DBA، والداشبورد كله هيتحدث تلقائي على حسب المنتج اللي اخترته. عندك كمان الفيلر روت كوز، الفلتر ده مخصص لأسباب الأعطال، سواء بقى ماشين بروبلم، ماتيريال ديلي، equality issue، باكن شورتج، workers shortage وغيرها. فلما اختار سبب معين كل الجداول والرسومات هتتعرض بناء على الأعطال اللي من النوع ده بس. الفكرة هنا إن الجزء ده هو اللي بيخلي الداشبورد تفاعلي بالكامل، يعني تقدر تخصص عرضك، تشوف بيانات خط واحد أو منتج معين أو وردية محددة، أو حتى تحلل نوع عطل بعينه وتشوف تأثيره على الأداء العام. فببساطة الفلاتر ديت بتحول ملف من مجرد تقرير ثابت للوحة تحكم تفاعلية تقدر تتحكم فيها وتستخرج منها أي معلومة، وده في ثواني. ودلوقتي خلينا ندخل على شيت الرو داتا، وده الشيت اللي بنسجل فيه البيانات اليومية أو الدورية الخاصة بالإنتاج. كل صف هنا بيمثل عملية إنتاج أو وردية معينة، وكل عمود في الجدول مسؤول عن نوع محدد من البيانات التشغيلية. فخلينا نستعرض الأعمدة واحدة واحدة وبسرعة. أول حاجة عندي داتا، وده العمود اللي بكتب فيه تاريخ اليوم أو تاريخ الوردية اللي حصل فيها تشغيل. بعد كده الشيفت، وده رقم الوردية سواء 1 أو 2 أو 3. وعندك اللاين، ده اسم أو رقم خط الإنتاج اللي تم عليه التشغيل.
وبعدين البرودكت، وده اسم المنتج اللي اتصنع في الوردية دي. بعد كده بندخل في بيانات الوقت. الاكتشوال ران تايم ده الوقت الفعلي اللي الماكينة اشتغلت فيه، والافيلابل تايم ده الوقت الكلي المتاح للتشغيل حسب خطة الوردية، والبلانت داون تايم ده الوقت اللي تم التوقف فيه بشكل مخطط زي الصيانة أو الفحص. وعندك الافيلابل ران تايم ده صافي الوقت المتاح بعد خصم التوقفات المخططة. وعندك اللوز تايم ده الوقت اللي ضاع فعليا نتيجة أعطال أو تأخير، وده بيتحسب تلقائي. وعندك الفيلر روت كوز، هنا بختار سبب العطل من القائمة الجاهزة زي ماشين بروبلم أو ماتيريال ديلي أو غيرها. بعد كده عندي بيانات الإنتاج نفسها. التارجت كوانتيتي دي الكمية المستهدفة اللي كان المفروض تتصنع. وعندك الأوكي كوانتيتي دي الكمية اللي اتصنعت وطلعت سليمة. وعندك الديفكت كوانتيتي دي عدد القطع المعيبة اللي اتسجلت في نفس الفترة. وعندك البريك داونز دي عدد المرات اللي المكنة أو الخط وقف فيها. وبعدين عندي مجموعة أعمدة بتحسب مؤشرات الأداء والجودة. فمثلا نسبة الديفكت دي نسبة العيوب من إجمالي الإنتاج، والبلان تشيف دي نسبة تحقيق الخطة، بتقارن بين المستهدف والإنتاج الفعلي. وعندك الديفكت كوست دي تكلفة الخسارة الناتجة عن العيوب، واللوس تايم كوست دي تكلفة الوقت الضايع حسب تكلفة التشغيل في الساعة، والتوتال لوس كوست ده مجموع تكلفة الهدر الكلي، عيوب زائد وقت ضايع. بعد كده عندي مجموعة أعمدة مرتبطة بالإنتاجية وكفاءة التشغيل زي اليو بي اتش اللي هي اليونتس بير اور، دي عدد الوحدات اللي اتصنعت في الساعة. وعندك اليو بي بي اتش اللي هي اليونتس بير بيرسون بير اور، دي إنتاجية العامل، يعني عدد الوحدات اللي كل عامل بينتجها في الساعة. وعندك ال MTBF ده المتوسط الزمني بين كل عطل والتاني. وعندك ال MTTR ده الوقت اللي بياخده الفريق لإصلاح العطل. وأخيرا عندي مؤشرات الأداء الرئيسية زي نسبة الافيلابيلتي، نسبة الوقت اللي كانت الماكينة فيه جاهزة فعلا للشغل. وعندك البرفورمانس دي سرعة التشغيل مقارنة بالسرعة التصميمية. وعندك الكواليتي دي نسبة الجودة، يعني نسبة المنتجات السليمة من الإجمالي. وعندك نسبة ال OEE، وده أهم مؤشر في النموذج لأنه بيجمع الثلاثة اللي فاتوا، الافيلابيلتي والبرفورمانس والكواليتي، وبيوريني الكفاءة الكلية للمعدات. كل الأعمدة اللي فيها أرقام ملونة بالرمادي دي بيكون فيها معادلات تلقائية، يعني ما تكتبش فيها أي حاجة بنفسك لأنها بتحسب بناء على اللي دخلته في الأعمدة البيضاء. الشيت ده هو اللي بيغذي كل صفحات التحليل في النموذج، سواء كانت داشبورد أو تقارير الأداء أو تحليل الأعطال. فكل ما البيانات هنا تكون مظبوطة، كل ما التحليل في الداشبورد هيكون أدق وأفيد في اتخاذ القرار. ودلوقتي وصلنا لشيت الداتابيز، وده المكان اللي بنسجل فيه كل المعايير الأساسية اللي النموذج هيبني عليها الحسابات والتحليلات بعد كده. الشيت هنا متقسم ل4 جداول رئيسية: البرودكت ديتيلز، اوبريتنج شيفتس، فيلر روت كوزز، اوبريتنج لاين ديتيلز. وخلينا نبدأ بأول حاجة، البرودكت ديتيلز، وده أول جدول. ده الجدول اللي بنحط فيه كل بيانات المنتجات اللي المصنع بينتجها. الأعمدة هنا بتوضح الكلام ده، يعني عندك البرودكت نيم ده اسم المنتج زي اي بي سي او دي بي اي او غيره. عندك بعد كده السايكل تايم ده بير سكند، ده الوقت اللي الماكينه بتحتاجه علشان تنتج قطعه واحده، وده بالثواني. الرقم ده بيساعد النموذج يحسب الطاقه الانتاجيه المتوقعه في الساعه او في اليوم. وعندك الوركرز ريكوايرد ده عدد العمال اللي بيشاركوا في انتاج المنتج ده. المعلومه ديت بتستخدم بعد كده في حساب مؤشرات زي اليو بي بي اتش اللي هي اليونتس بير بيرسون بير اور. وعندك كمان الديفكت كوست بير ايتم، وده متوسط تكلفة الخسارة لو قطعة طلعت معيبة. النموذج بيستخدمه في حساب الديفكت كوست تلقائية في شيت الرودات. عندك بعد كده الاوبريتنج شيفتس، ده تاني جدول. هنا بنسجل عدد الورديات وساعات العمل لكل وردية. فالشيفتس ده رقم الوردية سواء 1 أو 2 أو 3. وعندك الوركن اورز ده عدد الساعات الفعلية لكل وردية. المعلومتين دول أساسيين لحساب إجمالي الافيلابل تايم في كل يوم أو فترة تشغيل. وعندك الفيلر روت كوزس ده تالت جدول، وده عبارة عن قاعدة بيانات جاهزة بأسباب الأعطال اللي ممكن تحصل أثناء التشغيل زي الكواليتي ايشو، الماتيريال ديلي، الوركر شورتج، الماشين بروبلم، الباكن شورتج، المولد بروبلم، الماتيريال بريبريشن، السادن بلان تشينج. الأسباب ديت هتظهر بعد كده في شيت الرو داتا داخل القائمة المنسدلة.
وده علشان تختار منها بدل ما تكتب كل مرة، وده طبعا بيوفر وقت وبيمنع الغلط في الإدخال. وآخر جدول هو الأوبريتنج لاين ديتيلز، وده خاص بخطوط الإنتاج والتكلفة التشغيلية لكل خط. اللاينز دي أسماء خطوط الإنتاج زي لاين 1، لاين 2، لاين 3، لاين 4، لاين 5. وعندك اليوتيلايزيشن كوست بير اور، دي التكلفة التشغيلية في الساعة لكل خط إنتاج، وده رقم مهم جدا لأن النموذج بيستخدمه في حساب اللوس تايم كوست في شيت الرو داتا لما يكون في وقت ضايع أو توقف. فباختصار الشيت ده بنسجل فيه الأساسيات اللي النموذج هيبني عليها كل الحسابات بعد كده: المنتجات، الورديات، أسباب الأعطال، وتكلفة التشغيل لكل خط. كل ما البيانات هنا تكون واقعية ومظبوطة، كل ما تقارير الأداء والداشبورد هتكون أكثر دقة وتعكس وضع المصنع الحقيقي. ودي خطوة لازم تتعمل مرة واحدة في البداية، وبعدها كل الحسابات والتقارير بتشتغل أوتوماتيك. دلوقتي احنا في آخر شيت في النموذج اسمه Manufacturing Calculator، وده معمول مخصوص علشان يساعدك تحسب مؤشرات الأداء بسرعة ومن غير ما تحتاج تدخل كل البيانات في شتات تانية. هو ببساطة أداة اختبار سريعة لأي وردية أو تشغيل مؤقت، تدخل القيم الأساسية وتشوف النتائج كلها قدامك في ثواني. وأول جزء على الشمال هو إدخال البيانات التشغيلية: الشيفت ستارت والشيفت اند، بتكتب فيهم وقت بداية ونهاية الوردية. عندك بعد كده البلانت داون تايم، ده الوقت اللي كان فيه توقف مخطط، سواء بقى الصيانة، بريك، إعداد ماكينة. وعندك كمان الانبلانت داون تايم، ده الوقت اللي حصل فيه توقف مفاجئ بسبب عطلة أو مشكلة. وعندك البريك داونز، ده عدد مرات الأعطال اللي حصلت خلال نفس الوردية. وعندك الايدل سايكل تايم، ده الزمن المثالي اللي المفروض الماكينة تنتج فيه قطعة واحدة، وده الأساس لحساب الأداء. وعندك كمان التوتال كواليتي ابروفد بارتس، ده عدد القطع اللي طلعت سليمة واتقبلت بالجودة المطلوبة. وعندك التوتال سكراب، ده عدد القطع المعيبة اللي تم رفضها أو تعتبر هدر. ولما تخلص إدخال الأرقام ديت، النموذج بيبدأ يشتغل أوتوماتيك، وعلى اليمين بيظهر لك التحليل الفوري للبيانات اللي دخلتها. التوتال برودكشن ده إجمالي عدد القطع، واللي بيساوي القطع السليمة زائد المعيبة. واليو بي اتش أو اليونتس بير اور، ده متوسط عدد الوحدات المنتجة في الساعة. والكاباسيتي دي الطاقة الإنتاجية القصوى اللي المفروض تتحقق لو التشغيل كان مثالي. بعد كده تحتها على طول عندي أهم 3 مؤشرات تشغيل، اللي هم الافيلابيليتي، اللي هو مدى توافر الماكينة للشغل مقارنة بالوقت الكلي. والبرفورمانس، دي السرعة اللي الماكينة تشتغل بيها مقارنة بالسرعة التصميمية. وعندك الكواليتي، دي نسبة المنتجات السليمة من الإجمالي. كل مؤشر بيتحسب تلقائي وبيتلون حسب النتيجة: أصفر لو متوسط، وأحمر لو ضعيف. في الجزء الأخير عندي مؤشرات فنية خاصة بالصيانة والجودة، زي ال MTTR، ده الوقت اللي بيحتاجه الفريق علشان يصلح العطل. كل ما يقل كل ما الأداء يكون أحسن. وعندك ال MTBF، ده المتوسط الزمني بين كل عطل والتاني، كل ما الرقم يزيد معناه الماكينة مستقرة أكتر. وعندك ال Overall Equipment Effectiveness، وده المؤشر النهائي اللي بيجمع الثلاثة الكبار: ال Availability والبرفورمانس والكواليتي. هنا مثلا ال OEE طلع 55%، يعني المصنع بيشتغل بنص كفاءته الفعلية، فده بيكون مؤشر إن في مساحة كبيرة للتحسن، سواء بقى في السرعة، الجودة، أو الجاهزية. وفي آخر الشيت عندي زرار بسيط اسمه ريسيت، لو ضغطت عليه بيمسح كل القيم اللي دخلتها ويرجع الشيت فاضي تاني، وده علشان يبدأ حسبة جديدة. باختصار المانيفاكتورنج كالكوليتر هو أداة سريعة تقدر تستخدمها في أي وقت، وده علشان تشوف كفاءة التشغيل لأي وردية أو ماكينة قبل حتى ما نضيف البيانات للرودات. يعني هو كأنك ماسك مؤشر فوري بيوريك حالة التشغيل لحظة بلحظة. في النهاية لو هتبص للصورة الكبيرة شوية، الملف اللي قدامك ده مش مجرد ملف عادي، هو نظام إدارة بيحول التشغيل في المصنع من تقديرات لقرارات مبنية على بيانات. فهي أداة بتوفر لك وقت وفلوس ومجهود، وده بشكل يومي. أي مصنع سواء صغير أو كبير لازم يكون عنده نظام رقمي بسيط يقدر من خلاله يعرف بالظبط شغال بكفاءة قد إيه، بيخسر كام ساعة إنتاج بسبب الأعطال، نسبة الجودة عنده عاملة إزاي، وإيه التكلفة الحقيقية لأي تأخير أو خطأ بيحصل. الملف ده بيجمع لك كل ده في مكان واحد، بيحسب ويحلل ويعرض النتائج بشكل تلقائي وواضح من غير ما تحتاج تكون خبير اكسل او حتى محلل بيانات. ومع الوقت هتكتشف الارقام اللي كنت مستصعب تجمعها بقت في ايدك في ثواني. والاهم ان هي بتخليك تاخد قرارات مظبوطه بدل ما تعتمد على التخمين. علشان كده بقول لك بكل ثقه، لو فعلا مهتم انك تطور طريقه اداره المصنع بتاعك وتتابع الاداء والجوده بشكل احترافي، يبقى النموذج لازم يكون عندك. وحاليا عاملين عليه خصم 35% لاول 50 شخص. فلو حابب تاخد نسخه من النموذج تواصل معايا من خلال واتساب.
ولو عندك أي استفسار ابعتهولي. وما تفوتش الفرصة ديت، لأن الملف ده مش بس هيساعدك تتابع المصنع، ده كمان هيكون السبب في إنك تمنع الخسائر وتزود أرباحك من أول أسبوع استخدام. وكده نكون خلصنا الفيديو ده، أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.